السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتمنى يكون الجميع بخير وبصحة وسلامة. اليوم انتهت مباريات الجولة الأولى من نهائيات كأس آسيا في قطر 2023، واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة للدور ال 16. بتمنى قبل ما نبدأ بالتفاصيل تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وما تنسوا تدعموني بلايك. بعد انتهاء مباريات المرحلة الأولى في نهائيات كأس آسيا في قطر 2023، اكتمل عقد المنتخبات اللي تأهلوا للدور 16. والمنتخبات اللي تأهلت للدور 16 هم منتخب قطر، منتخب أستراليا، منتخب إيران، ومنتخب العراق، البحرين، والمملكة العربية السعودية، طاجكستان، أوزبكستان، الإمارات العربية المتحدة، اليابان، كوريا الجنوبية، منتخب تايلاند، منتخب سوريا، فلسطين، أندونيسيا، ومنتخب الأردن. منتخب قطر ومنتخب طاجكستان تأهلوا من المجموعة الأولى، ومنتخب أستراليا ومنتخب أوزبكستان ومنتخب سوريا تأهلوا عن المجموعة الثانية. منتخب إيران ومنتخب الإمارات ومنتخب فلسطين تأهلوا عن المجموعة الثالثة. منتخب العراق ومنتخب اليابان ومنتخب أندونيسيا تأهلوا عن المجموعة الرابعة. منتخب البحرين ومنتخب كوريا الجنوبية ومنتخب الأردن تأهلوا عن المجموعة الخامسة. ومنتخب المملكة العربية السعودية ومنتخب تايلاند تأهلوا عن المجموعة السادسة. وراح تنطلق مباريات الدور 16 من نهائيات كأس آسيا في قطر 2023 يوم الأحد 28 يناير 2024. يوم 28/1/2024 راح نشوف مباريتين من مباريات الدور 16. في المباراة الأولى راح يلعب منتخب أستراليا مع منتخب أندونيسيا، وفي المباراة الثانية راح يلعب منتخب طاجكستان مع منتخب الإمارات العربية المتحدة. ويوم 29 يناير 2024 راح نشوف مباريتين. في المباراة الأولى راح يلعب منتخب العراق مع منتخب الأردن، وفي المباراة الثانية راح يلعب المنتخب القطري مع منتخب فلسطين. ويوم الثلاثاء 30 يناير 2024 راح نشهد مباريتين. في المباراة الأولى راح يلعب منتخب أوزبكستان مع المنتخب التايلاندي، وفي المباراة الثانية راح نشوف أقوى مواجهة في دور ال 16 في المباراة اللي راح تجمع منتخب المملكة العربية السعودية مع منتخب كوريا الجنوبية. ويوم الأربعاء 31 يناير 2024 راح تكون ختام مباريات الدور 16 في نهائيات كأس آسيا في قطر، وراح نشهد مباريتين. في المباراة الأولى راح يلعب منتخب البحرين مع منتخب اليابان، وفي المباراة الثانية راح يلعب منتخب إيران مع منتخبنا السوري. بتمنى تشاركوني رأيكم في التعليقات، ومين تتوقعوا راح يتأهل للدور الثمانية، الدور ربع النهائي في نهائيات كأس آسيا في قطر. وصلنا لنهاية الفيديو لليوم. بتمنى إذا عجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوا تدعموني بلايك. نلتقي بالفيديو القادم إن شاء الله. دمتم بأمان الله.